لو عقل أهل الدنيا خربت. هاي الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام. هاي الدنيا بعظمتها إذا أهلها عقلوا الدنيا تخرب. كلام الإمام جدا دقيق، إذا تفكك العبارات تشوف شنو قال. ما قال البشر ولا قال الناس، ما قال لو عقل الناس لو عقل البشر، وإنما قال لو عقل أهل الدنيا. أهل الدنيا منو؟ هذول الناس اللي متشلبين بالدنيا، اللي ينطونها أكثر مما يأخذون منها. فيقول هذول لو عقلوا، يقول الدنيا تخرب. بعد ماكو مولات، ماكو مستشفيات، بعد ماكو صناعات، ماكو تطور، العالم يتوقف فيصير خراب بالدنيا لو عقلوا أهل الدنيا. فهل من المعقول اليوم لو عندك بيت، لو عندك قصر وعندك فلوس، عندك مليارات، تصرفها على هذا البيت، من ترميم، من زخرفة، من كذا، تسويه بالذهب؟ لا، يجي يوم راح يتهدم هذا البيت، يجي يوم راح يكون ورثة راح ياخذوه من عندك. لذلك أي إنسان عاقل يقول لا أبد ما أصرف هاي أموال هنا، أستثمرها بغير مشروع بغيره. فهكذا هاي الدنيا ليش ما تشتغل بها مثل هذا البرنامج؟ يعني معقولة اليوم يصرف واحد عمره، يصرف أمواله، يصرف طاقته وجهده كله بسبيل هذا العمر اللي هو مؤقت، هاي الدنيا الزائلة؟ أكيد لا. فكون يقول هنا أهل الدنيا عقلون، كون أنت تشتغل بالدنيا وكون تاخذ منها أكثر مما تنطيها، لأن وراك آخرة، كون تشتغل للآخرة. فإحنا لا ننسى واجبنا الرئيسي في هاي الدنيا هو شنو؟ هو الطاعة، هو العبادة. كون تتوجه إلى الله، كون أكو عبادة، هاي هي وظيفتنا الأساسية بهاي الدنيا. لذلك الكثير من الناس طلعوا خسرانين. هو عندك أنت اليوم دولة كاملة ملكك، بالأخير من تموت ماكو وياك بس أعمالك. فلذلك الإمام عليه السلام يقول لو عقل أهل الدنيا خربت.